آی قوم کرد زمان ناشکی و دانای تو به زمان ناشکی و دانای تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مثل دیمان و پارلیمان هر اجتماع دیمان و پارلیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را گوی سرفی و شیران بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون هر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي بيف تي في الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حواراتنا، والتي سنتناول فيها موضوعا مهما وربما فريدا في الإعلام السياسي السوري والعربي، وهو سوريا بلد الشهداء الأحياء. والمقصود بالشهداء هنا يا أحبائي الأفاضل ليس من الناحية الدينية والتي مصيرهم في علم الغيب الذي يعلمه الله تعالى وحده فقط، وإنما نقصد بالشهداء سواء من فقد حياته الدنيوية لأجل الوطن أو تعرض أو وما زال يتعرض لكل أنواع الإجرام والتعذيب النفسي والجسدي بغية قتله أو إركاعه لإرادة الحاكم الشيطان كبشار الأسد السوري، ولكن بإرادة الله الأقوى لم يفقدوا حياتهم ولا مبادئهم الإنسانية والنضالية الوطنية، وهم غالبية الشعب السوري الذين إما خاضعون بسجون العصابة البعثية الأسدية أو مشرد بين نازح ولاجئ ويتذوقون أفظع آلام الهجرة لضياع الوطن. أولئك باختصار شديد يطلق عليهم أو يسمون بالشهداء الأحياء، والتي بهم وحدها تحتل سوريا الصدارة بالدرجة الأولى بعد أن أصبحت بكل مناحي الحياة الأخرى في المرتبة الأخيرة عالميا وبامتياز. ذلك كله سنناقشه مع ضيفينا الشهيدين الحيين وأطال الله بأعمارهما، وهما الشهيد الحي المناضل مصدق عاشور، وهو سياسي وشاعر كبير ديري الأصل وحلب المولد ولازقية الإقامة، وشيوعي المبادئ ولاجئ سياسي في لندن منذ أواخر الثمانينيات من القرن المنصرم. أهلا وسهلا بكم أستاذنا وشاعرنا الكبير الأستاذ مصدق، نورتنا. أهلا وسهلا فيك، شكرا على المقدمة، لأنه نحن تعودنا أن نكون دائما شهداء أحياء، نقدم للوطن الكثير. تمام. ونرى أن هذه التقدمة قليلة بحق الوطن. لأن باختصار شديد في إحدى المناسبات قلت لأحد المسؤولين السوريين
أنا مطلبي بسيط جدا. أنا أريد أن أشبع معدتي وأقف على قدمي وأنظف شارع بيتي بحب وإخلاص كما أحب زوجتي وأطفالي. تمام. سنحكي فيها أستاذي لنرحب بالشهيدة الحية الأخرى الأستاذة زهيدة رشكيلو، وهي المناضلة السياسية العفرينية الكردية المعروفة، اللاجئة السياسية في ألمانيا. أهلا وسهلا بك أخوة زاهدة، وأطال الله في عمرك، نورتينا. مساء الخير، مساء الخير للجميع، مساء الخير سوريا، مساء الخير لأبناء الأبناء المخيمات، مساء الخير للعفرين، مساء الخير لجميع المدن المنكوبة في سوريا. أنحني أمام بطولات الشهداء وشفاء للجرحى، وتحياتي إلى الجميع الصامدين في المخيمات وسوريا جميعا. ومساء الخير لك ولكل أحرار سوريا وأحرار العالم، ولزملائنا وزميلاتنا من وراء الستار بالكنترول، الأستاذ عبد الباقي الحسيني، الأستاذة يسرى، والأستاذ سيبان شيخي. كل شكر لهم باسمكم وباسم مشاهدينا الكرام، أشكرهم. أستاذ مصدق، هل توافقني على تعريف الشهيد الحي؟ ويا ريت لو نسمع كيف نجوت من محاولة الاغتيال وأسبابها. دائما نحن نتعود أن الشهداء ليسوا مصيرهم الذهاب إلى العالم الآخر، لكن الشهيد يبقى حي كي يقدم عبرة للآخرين، كي يكون مدرسة للآخرين، كي يكون جزء من التجربة الحياتية للمستقبل، كي يعلم الأجيال القادمة أن الحق يعلى ولا يعلى عليه. تعودنا دائما أن نكون جسور للآخرين، نكون عطاء فكري للآخرين، لكن هل نحن نستطيع أن نحول هذا الإنسان البسيط إلى إنسان يحمل قضية؟ هذه هي أجندة الشهيد الحي. تفضل. يا ريت لو نعرف كيف صارت محاولة اغتيال ولماذا، شو أسباب محاولة تعرضك لمحاولة الاغتيال؟ في 16 نيسان 1984 كنت ذاهب للمنزل، لكن شاءت أجهزة أمن أن تقوم بمحاولة اغتيالي بواسطة سيارة مرسيدس تابعة للمخابرات العسكرية. وكان السبب أنني كما يقولون أنني أنتمي إلى رابطة العمل الشيوعي. في تلك الفترة كانت هناك الكثير من التصفيات الجسدية بواسطة حوادث سيارات، بواسطة موتورات، بواسطة الإخفاء القسري، لكن تلك المحاولة في تلك الليلة أبعدتني عن الساحة السياسية لمدة 6 أشهر وبل لسنوات. ولم يكتفوا بأنهم حاولوا قتلي، بل عملوا على زرع صفيحة بلاتين ملوثة بجرثومة الغرغرينة في ساقي. ذلك أساليبهم الوحشية اللا إنسانية تعرض وما زال يتعرض له غالبية الشعب السوري، وإن لم نقل كلهم. أستاذي أطال الله في عمرك. بس وبعدها تحولت إلى لاجئ، انتقلت من سوريا إلى لندن. يا عزيزي، الحياة صغيرة، الدنيا صغيرة. أنا أعمل هنا لسوريا، ولندن بالنسبة لي هي عبارة عن مرحلة، ليست موطن بقاء. عشت في عدة دول، عشت في مالطا، عشت في ليبيا، عشت في النمسا، تشردت كثيرا.
لكن شاءت بنهاية الظروف. الثمانينات كان ذلك بنهاية الثمانينات. نعم، في نهاية الثمانينات وفي نهاية التسعينات. قدمت لبريطانيا عام 1997 13 كانون ثاني 1997 بصفة لاجئ سياسي. لكن أنا أعتبر هذه مرحلة، نحن نعد للعودة إلى الوطن. ليس مكاني هنا، مكاني في الوطن. يجب أن نتحد ونعمل سويا من أجل العودة إلى الوطن وإقصاء هذه الطغمة الحاكمة، هذه الطغمة الدكتاتورية التي عملت على سلب إرادة وحرية وكرامة المواطن السوري. ولكن ليست وحدها، هناك قوى خارجية ساهمت في الموضوع وقوى إقليمية ساهمت في الموضوع. وفي عام 2000 قامت السيدة مادلين أولبرايت بمبايعة بشار الأسد في الوقت الذي عمل ما بعض المعارضين أو شبه المعارضين على الصمت، وفيما بعد أصابهم الصحو وكتبوا بيان 99 وعملوا على ربيع دمشق أو إعلان دمشق وعادوا إنتاج الجبهة الوطنية التقدمية. نحن نريد أن تعود سوريا إلى كرامتها، لكن بدون تدخلات خارجية، بدون تدخلات إقليمية، وبدون أن يكون هناك منتفعين ووصوليين يركبون هذا الجسد السوري الذي نحن ربينا فيه وولدنا فيه، ونعمل من أجل سوريا دولة الحق والقانون ودولة الحق والواجب وعمادها الفيدرالية. هذه الأمور كثيرة هي مطلبنا، هي التي نسعى من أجلها. نأمل ذلك أستاذي الكريم. نعم، نأمل ذلك، وسنحكي في هذه المواضيع بعد أن نستمع إلى الشهيدة الحية زاهدة رشكيلو، الأخت العزيزة. مرة أخرى أهلا وسهلا بك أستاذة زاهدة. يا ريت لو نعرف كيف تم محاولة استهدافكم، وقد استشهد الشهيد البطل مشعل تمو وكنت معه وأصبت، ولو نعرف تلك اللحظات مؤلمة، ولكن ليعرفها شعبنا مشاهدينا. وهنا يتساءلون أنه لماذا تم تصفية مشعل تمو، وكان المراد تصفيتك أيضا، لماذا؟ أولا كيف صار؟ كيف تمت عملية الاغتيال بواسطة 5 أشخاص. كنا نحن مجتمعين ببيت بحارة، أنا كتير ما بعرف قامشلي اعذروني، بس كانت بحارة غربية بسموها بقامشلي حارة غربية. ما كان اجتماع اعتيادي، ولكن كان بسبب سفر ولازم نحكي بمواضيع يخص بالعمل السياسي بأثناء الحراك الثوري بسوريا وكيفية التعامل مع الحراك الثوري بسوريا. وبتلك الفترة مشعل كان بده يسافر، لأنه قبل كمان صار عملية اغتيال فاشلة، فكنا مجتمعين هنيك، وأنا التقيت في آخر وحدة. يعني لما وصلت لهنيك دخلوا جماعة من عددهم 5 كانوا، بس 2 كانوا فاتوا لجوا، واحد كان برا، واحد كان بالسيارة. أول واحد دخل على جوا، نحن كنا قاعدين 3، أنا ومشعل تمو، وكان في شخص معنا اسمه شيركو خليل من حسكة، بعتقد من حسكة، وكمان رفيقنا بالتيار المستقبل الكردي. يعني دق الباب، أنا ما حسيت، يعني كانوا يحكوا، ما كان في شيء، كنا قاعدين عادي طبيعي. دق الباب، فات زلمة بإيده كلاشنكوف، وجه على مشعل، قال حكى بكلمة بالعربي، قال قوم معنا يا مشعل تمو. مشعل كان قاعد ولا ما يعني كان، هو كان عربي أم كردي؟ حكى بس كلمة، ما حكى معنا شيء ولا فات، كان هيك بإيده كلاشنكوف وملقم جاهز.
ووجه هيك وقف قدام مشعل كان قاعد ما كان ينتبه اصلا، ما كان دار وجهه هيك شافه، هو قال له قوم معنا مشعل تمو، بس هالحكي ما قال لي ثاني كلمه، قال لي انت لا تتحركي. لا مو قال لي انا، قال لي للشخص انت لا تتحرك. وبس انا كنت واقفه قدامه وهو كان واقف قدامنا نحن اثنين. قال له لهالشخص انت لا تتحرك، وهالكلمتين انا سمعتهم بالعربي، ما حكى شيء يعني، وقوصنا يعني كالعاده، يعني مو جاي يحكي معنا ولا جاي يجتمع معنا، جاي بمهمه بامر من النظام السوري وحلفائه بالمنطقه، جاي عمليه التصفيه اغتيال يعني. واللي كانوا معه حكوا شيء بالكردي؟ لا ما حكى. بعدين انا وقت قاومته ومشعل كان قاعد وانا كنت بقاوم يعني، وقفت قدامه وقوصني وانا ما هربت، قوصني طلقه وانا كنت واقفه قدامه هيك. دخل واحد ثاني، انا ما قدرت اقاوم التنتين، والزلمه كان قاعد الثاني وما حكى معنا ولا كلمه، بس هالكلمتين قال له لهداك الزلمه انت لا تتحرك، وانا ومشعل وصار قوص اول وحده علي، انا ما هربت، ثاني وحده قوصوا على المشعل، اول وحده قوصوا على المشعل وانا كنت واقفه قدامه ما خليت، رميت بنفسي وقال لي لهداك انت لا تتحرك، ومسكني هيك قرب مسكني وحط كلاشوكوف على الفخذ وقوصني مره وانا ما هربت يعني، رجعت وقفت قدام مشعل وقاومته. فات الزلمه الثاني من الباب وانا ما قدرت عليه، اجى الثاني قوصني واداك قوص المشعل، وقعنا على الارض، انا ما وعيت على حالي الا انا بالمشفى وصوت صراخ وعياط. وعرفتي مين اسعفكم للمشفى؟ لا بعدين عرفتي؟ لا انا ما كنت بوعي يعني. لا بعدين يعني عرفتي مين كان اللي اسعفوكم؟ مين عرف انه لا والله انا ما بعرف، جماعه بيتصلوا معي بيقولوا انا بس انا هيك اشخاص مو معروفين يعني، جيران اشخاص عاديين اجوا اخذونا على المشفى. مره ما بعرف شاب بيت نفس البيت كان مقابل بيت اللي صار عمليه اغتيال، اتصل فيني قال لي امي بتسلم عليكي وانا اللي اخذتك، وامي من هذاك الفتره امي مريضه، لانه شافكم انتم اثنيناتكم كنتم مرميين جنب بعض، انا ومشعل كان ظهري بصدر مشعل يعني هيك وقع، لانه كنا جنب. ورفيقكم الثالث اللي معكم انصار لا كمان؟ لا رفيقنا هو وقت دخل قال له انت لا تتحرك. وانا بعتقد العمليه ما كانت صدفه يعني، انا موجوده ما كانت صدفه. انا وقت مشعل دخل على السجن اتصل فيني اول مكالمه، قال لي زاهده انا اعطيت اسمك انه انت مسؤوله تيار المستقبل بحسكه، واسمك موجود بلكي يطلبوك على التحقيق. قلت له ما في مشكله يعني. قال لي انت من المؤسسين التيار ونحن اصحاب المشروع. قلت له ما في مشكله. قال لي بلكي يطلبوك. قلت له ليش هي اول مره بيطلبوني؟ انا كل شهر عندي صرت زائره بالامن السياسي والامن العسكري والامن الجوي والامن وهكذا يعني، حياتي كله انا قضيت. هي مو كانت صدفه ولا انا اشتغلت قد مشعل يعني، لي تاريخ وانا مارست العمل السياسي بأواسط الثمانينات، وهي ما كانت أول محاولة، قبل كان ب 8/8 2011 صار كمان محاولة اغتيال فاشلة. نحن كمان كنا أنا وهو كمان كنا بنفس السيارة، وكان يقود نفس الشخص معنا ابنه مارسيل، وكمان كان عندنا اجتماع وأنا كنت جاية من حلب بنفس التوقيت. اتصل فيني قال لي تعي على البيت مشان أنا وأنتي نروح. وهداك الوقت كمان شو قصدك بنفس الشخص؟ نفس الشخص اللي كان معكم من رفاقكم يعني؟ لا قصدي على المارسيل ابنه يعني. كان مارسيل ايه لا انا يعني نفس الاشخاص مرتين، ما كان صدفه، ما كان تواجدي هنيك صدفه. انا مارست العمل السياسي وكان اسمي موجود وانا كنت بشتغل علني، مو سري يعني. وهي صار محاولتين نحن كنا مع بعض. وقت بعد السجن طلبوني تحقيق، قال لي
شو وين كان مشعل، شو كان بده يروح، وين كنتوا تجتمعوا، أسئلة يعني أسئلة. مرات طلبوني على التحقيق من أجل العمل. لما أنا كنت مع الحزب الياكيتي كنت يعني يطالبوني بالتحقيق الأمن السياسي والأمن العسكري والأمن الجوي كالعادة يعني. تمام. هذا مو جديد على النظام السوري، هذا مو جديد على النظام السوري. أخت زايدة، يعني نعرف تاريخك، بس يعني بعد مرور تقريبا نحو عقد من الزمن لحد الآن، يعني عرفت الجاني الحقيقي، عرفت الشيء عن الجناة الحقيقيين أو من كان وراءه؟ هل هو غير النظام، هناك قوى مرتبطة بالنظام أو كذا شيء؟ هو دورية، أنا بعتقد دورية كانت مشتركة يعني بين النظام وحلفائه بالمنطقة، يعني هن حلفائهم، يعني أجندات لهم أجندات بالمنطقة، سواء كان من أي يعني مين تقصدين بحلفائه؟ يعني مثلا نحن كان خلافنا مع ببداية الثورة كانوا مع الأبوجية، يعني ما هذاك الوقت صار بيناتنا يعني مع قيادة، مع قيادة، مع الأشخاص. أول مرة اجوا شباب أنا ما بعرف اسمهم، يعني اجوا اعتذروا انه نحن ما كان، لانه باول عمليه بعتقد كان يعرف مشعل مين هذول، انا ما بعرف يعني. بس ثاني محاوله انا ما عرفت، ولحد الان انا ما بعرف. بس انا بعرف شغلات وقت مشعل خرج من سجن وكان يحكي هيك، انا بعرف انه ياخذين قرار اغتياله، لانه صار حوار بينه وبين علي مملوك، حوار مطول، وكان معه مهند الحسيني. مهند الحسيني هذا ناشط حقوقي، اثنيناتهم كانوا بالفرع الامن الجوي بحلب بدمشق. علي مملوك كان يحاور معه على اساس حوار. قال هو حاول كثير انه ما يعمل شيء، اذا طلعت يعني ما تعمل شيء، ما تشارك بالثوره، ما لك علاقه، انت خليك بالمنطقه الكرديه. وانت هون في نقطه مهمه انت اشرتي عليها، انه قلتي وحلفائهم والابوجيه، يعني قصدك الان هذا نستطيع ان نعتبره يعني في ادله، في وثائق، هذا اتهام خطير، يعني انه هم مشاركين بمحاوله اغتيال الشهيد الحكم. لا بس يعني حسب الخلاف اللي كان بيننا. وثاني شيء كان البراني كان يحكي كردي، يعني انا ما عرفت. مارسيل قال لي هذا كان مغطي وجهه، يعني عرفت كيف. انا حسب اعتقادي وحسب تفاصيل اللي صار معنا قبل الحادث وبعملية الأولى، أنا بعتقد كانوا موجودين معهم، مو شرط يعني يجوا يقتلونا، لا، القرار كان من عند النظام، القرار عند النظام، بس هن ساعدوه، بيجوز يكون من جماعتنا ساعدوه، ما بعرف أنا يعني. طيب هون هذا السؤال، هون في سؤال آخر يطرح، يعني وحتى في أخت فاطمة يوسف محمد تسأل لماذا لم يتم ضرب الشخص الآخر بالرصاص اللي قالوا له قعود، يعني لماذا؟ يعني أنا هي لحد الآن ما قدرت أفسر، لأنه وقت فات قال له أنت لا تتحرك بهذاك الوقت. أنا طيب اتصلتي، ما هو كان رفيقكم، اتصلتي فيه بعدين، هو حكى معك، ما قال لك ليش ما ضربوه؟ اجى لعنا، قلت له انا اجى لعندي، زارني كذا مره، قلت له بس انا شفت يعني طلقتين على مشعل وطلقتين علي، بس العالم عم بيحكوا انه وجوات البيت قال 18 طلقه، انا ما شفت غير طلقتين. قال لي انت وقت وقعتي على الارض وانا ما انتبهت، وقت هيك انا حسيت انه مشعل استشهد. لانه هذا الكلام بيوحي للاخرين انه عدم ضرب الاخر، يعني قتل مشعل تمه ومحاوله اغتيالك، وبينما زميلكم الاخر او رفيقكم الاخر لم يصل باي شيء، في اشاره استفهام يعني بيولد لدى المتابع لماذا هو؟ هل هناك مثلا ممكن يكون هو كمان له ضلع، يعني وهو مخبر الاجهزه انه انا بمكان الفلاني؟ هنا قد مو انا اقول، قد يشك او احد يقول من المتابعين، يعني انا هي ما بعرف، يعني هو كان معنا بمكتب علاقات العامه قبل، ترك وقت ب 2005 كان معنا شيء
يعني ما كمل شيء 6 شهور وترك التيار يعني، واحتجوا كانوا معه 5، هن كانوا عددهم 5 انسحبوا من التيار، وبينهم هالشخص هذا اسمه شيركو خليل من حسكة. نحكي فيه بعد اسمه شيركو خليل من حسكة، بعد ما صار الحراك الثوري وطلع مشعل، أنا تفاجأت إنه هو موجود معنا بالمكتب علاقات العامة. ما بعرف، أنا ما بعرف، ما بعرف يعني. تماما. الله يحمي الجميع. نعرف أن هذا نظام إرهابي، ومن يتعامل معه مع الإرهابي هو إرهابي مثله. سنعود إليك أخت زاهدة. شاعرنا الكبير أستاذ مصدق، أنا تابعت لقاء لك مع BBC بعد أيام من انطلاق الثورة السورية، وكنت من القلائل جدا جدا ذكرت في بداية الثورة أنه لا حل للأزمة السورية، للوضع السوري، إلا بإسقاط النظام، برحيل العائلة الأسدية. في الوقت الذي الآن غالبية المعارضات، الغالبية العظمى من كافة المعارضات يعني، كانوا يطالبون إصلاح النظام، وأنت كنت وأجبت بشكل قطعي أنه لا حل، لا أمل في سوريا في ظل وجود بشار الأسد، أو أي إصلاح من بشار الأسد لا ينفع. على أي أساس قد أثبتت تجارب بعد نحو 10 سنوات على الثورة رأيك سليم؟ وهل ما زلت تعتقد أن لأنه الآن هناك محاولة اتفاق جديد ما بين، خاصة الائتلاف السوري، ما بين النظام، عمل محاصصة وما شابه ذلك يعني، هل ما زلت مصرا بأنه لا حل في سوريا إلا برحيل هذه العصابة الإجرامية؟ من خلال تجربتي الشخصية وجدت أنه رحيل منظومة البعث، حزب البعث العربي الاشتراكي، هو المطلب الأساسي لإثبات دولة حق، والواجب دولة حق والقانون، وإعادة حرية وكرامة الإنسان السوري. من خلال تجربتي عندما كنت صغير، كان هناك حوارات مع صلاح جديد وإبراهيم ماخوذ ومجموعته، ما يطلق عليه مجموعة 23 شباط، كان يطالبون بإقامة جبهة وطنية تقدمية. كان هؤلاء يردون أن دخول حزب البعث العربي الاشتراكي هو الجبهة الوطنية التقدمية. عندما أتى حافظ أسد للسلطة وأعلنها حركة تصحيحية، لم يقف على الحياد ويقول أنا رئيس انتقالي أطالب بحكومة مؤقتة، برلمان مؤقت، ريثما يأتي بدستور يخدم الشعب السوري والوطن السوري، ونكون على المساواة، على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، سواء سياسية سواء كانت قضائية، فصل السلطات، فصل القضائية التشريعية إلى آخره. فيما بعد أتى بشار الأسد كذلك الأمر، ركب الدستور وأعادوا إنتاج ما يسمى الجبهة الوطنية التقدمية التي قبرت العمل السياسي في سوريا. النقطة المهمة أنه السياسيين، ما يطلق عليه السياسيين المعارضين السوريين، كانوا يقفون على الحياد عندما باركت مالدين أوبرايت تسلم حفظ بشار الأسد للسلطة. فيما بعد عملوا على إعلان دمشق، ربيع دمشق، ومن ثم أتى ما يطلق عليه الربيع العربي، وأنا أسميه الخريف العربي. كل هذه الأشياء لم تخدم المواطن السوري. الذي يخدم المواطن السوري أن يكون هناك فترة انتقالية لا دور فيها لبشار الأسد ومنظومة حزب البعث العربي الاشتراكي، ولا ما يطلق عليه الائتلاف لقوى الثورة والمعارضة، والذي أتى نتيجة الدعم الخارجي سواء محلي سواء على الصعيد الأوروبي.
رحيل النظام هو مطلب أساسي لإقامة دولة الحق بالواجب ودولة الحق بالقانون ولا ما فار من ذلك. في 2008 كنت في مجلس اللوردات وكان موجود اللورد أحمد. قلت له: سيدي اللورد أحمد، حملني أحد المواطنين السوريين رسالة لك تقول: متى ترفعون الغطاء السياسي والدبلوماسي عن بشار الأسد؟ وفي إحدى المرات وبوجود رضوان الزيادي وجهاد مقدسي في معهد شتم هاوس للدراسات الاستراتيجية التابع لوزارة الخارجية البريطانية ولجهات أمنية معينة، قلت: هذا النظام وصل إلى مصلحة، وصل لمرحلة يصعب إصلاحه عليه الرحيل. أنا أؤكد أن البديل الحقيقي هو رحيل بشار الأسد ومنظومته ومنظومة ما يطلق عليه معارضة حالية، والتي راكبها الكثير من الانتهازيين والوصوليين، ولن نذكر الأسماء. تفضل. طبعا سأجيب على أحد السؤالين هنا. أحدهم بالواتساب يسألني: لم أفهم ما قصدته بالشهيد الحي. يقول: ما يحيرني الشهيد الحي باختصار هو كل من عارض النظام السوري أو وطالب بمقاومات كرامته الإنسانية والوطنية في سوريا ولم يحد عنها رغم كل الظروف ومحاولات الاغتيال. طبعا سوريا فعلا الدولة الوحيدة في العالم اللي يعتبر شعبها شهداء أحياء. ما تبقى سوريا في كل مناحي الحياة الأخرى تحت المرتبة الأخيرة، حتى بعد الصومال، من حيث حقوق الإنسان، من حيث الكرامة، من حيث كذا. هذا ما قصدناه بشهداء الأحياء، ونقصد طبعا شهداء الوطن وليس الناحية الدينية. الناحية الدينية علم الغيب عند الله. هي بالحياة الأخرى في علاقة بين الخالق ومخلوق لا يعلمها في الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله. يعني هذا مقصدنا بالشهيد الحي. أستاذ مصدق، أنت ذكرت أنه أنت مع الفيدرالية، لا حل في سوريا سوى الفيدرالية. هناك كثيرين ومن هذا المنبر في هذه القناة كل ما نذكر، وخاصة من المعارضات العربية السورية، كل ما نذكر اسم الفيدرالية كأن كابوسا أو كبلا كهربائيا من قبول نظام البعث يصعقه. يعني يرتعبون من كلمة الفيدرالية. لماذا؟ دعني أعود إلى الخلف خطوتين. عند مجيء محمود الأيوبي إلى مدينة اللاذقية وكانت هناك حوارات مفتوحة مع الأحزاب والقوى السياسية السورية، وكان مطلبي للسيد محمود الأيوبي، قلت له أن الفيدرالية هي الحل. إذا لم نعطي المكونات القومية المتواجدة على الأرض السورية حقوقها وواجباتها، سوف نصل إلى مستنقع الدم القادم. سوف تشهد سوريا حالات تنازع، حالات صراع، حالات قزمية موجودة فيما يطلق عليهم المعارضة السورية، ما يطلق عليهم الأجندات الخارجية الداخلية. فكان رد محمود الأيوبي قال لي بالحرف الواحد إن تجربة المجالس المحلية ومجالس المحافظات هي بداية الرحلة باتجاه الفيدرالية الكاملة في سوريا. يعني لا مركزية سياسية، لا مركزية اقتصادية، لا مركزية قضائية إلى آخره، لكن تجمعنا السياسة الخارجية، تجمعنا السياسة الدفاعية، تجمعنا السياسة الأمن الداخلي. كل هذه الأمور هناك برلمانات محلية تقام في الأقاليم. هنا يكون لكل المكونات السورية حقوقها وواجباتها، بما فيهم الكرد، أن يكون هناك لغات أخرى موجودة في الدستور السوري ومثبتة في الدستور السوري، بالإضافة إلى أنه أي معاملة توجه لأي مواطن في الأقاليم
توجه باللغتين، توجه باللغة العربية وتوجه مثلا في اللغة الكردية، في اللغة السريانية، في اللغة الأرمنية. من هنا نحفظ حقوق وواجبات كل السوريين. أنا أؤكد أن لا بديل على هدوء سوريا وعلى معافاتها وخروجها من هذه المعمعة التي قامت بارتكابها القوى الدولية والمحلية بدون الفيدرالية. الفيدرالية هي الحل السليم والعقلاني لسوريا المستقبل. تمام، أشكرك. أستاذة زاهدة، تفضل. الوضع في سوريا لا يحل أو لا ينتهي الأزمة أو المأساة السورية إلا برحيل هذه العصابة الحاكمة ومن يواليها، ومن يوالي تلك العصابة. وأيضا لا حل لمستقبل سوريا سوى النظام الفيدرالي كما يقول الأستاذ. تفضل، ما تعليقك؟ طبعا النظام، أنا ما بدي أعلق عن النظام الفيدرالي أكثر ما هو حكى الأستاذ عن النظام الفيدرالي، ولكن بدي أحكي عن الحركة الكردية اللي مش يعني ليس لها مخطط أو خطة عمل أو برنامج سياسي يعمل على هذا الأساس، على أساس الفيدرالية. يعني من الواجب الحركة الكردية أن تحدد مطالبها ورؤيتها للقضية الكردية في سوريا. حتى الآن منذ الخمسينات ومنذ تأسيس الحركة الكردية ليس له برنامج واضح اتجاه حل القضية الكردية في سوريا. أنا ما بدي قصدك بالحركة الكردية، بالحركة السياسية الكردية، يعني المجلس الوطني الكردي نموذجا، يعني بما فيه المجلس الوطني الكردي اللي هلا هم متبنين في برنامجهم الفيدرالية يعني. ماشي. وين الرؤية؟ ما هن جزء من الائتلاف، والائتلاف لا يعترف حتى بسوريا تعددية، فمن أين لهم الفيدرالية؟ وهم جزء من الائتلاف، والائتلاف بالدستور كتبوا دستور حتى اعتراف بوجود كشعب الكردي مو مذكور فيه. شلون بدي أتبنى الفيدرالية وقت بدي أقعد على الطاولة مع الحلفاء والشركاء بدي أطرح موضوعي؟ ما عندهم حتى رافضين تغيير الجمهورية العربية السورية اسمها العربية، يعني حتى لا الجمهورية ما تبقى، يعني ما زال اسم الجمهورية عربية سورية، والجمهورية العربية السورية جزء من الأمة العربية. وين التعدد؟ وين الفيدرالية؟ وين مشروع فيدرالي؟ أنا بدي أضحك على العالم مشان دغدغة شعور البسطاء يلتفوا حولي كم سكرتير يقولوا والله نحن بدنا فيدرالية. أنت شو اشتغلت للفيدرالية؟ وين خطة العمل؟ وين البرنامج؟ أي فيدرالية تقصدين؟ يعني هناك من يسأل إنه أي فيدرالية، حتى السؤال موجه لك وللأستاذ مصدق، يعني أي فيدرالية تقصدون؟ فيدرالية سياسية، جغرافية، قومية، إدارية، شو ما كانت الفيدرالية؟ هن لازم أول شيء نحن نحدد الحركة الكردية تغير آليات العمل السياسي. هي آليات اللي تتعامل فيها آليات قديمة، لازم تنوجد آليات جديدة ورؤية جديدة للحل الكردية، لأنه نحن ما راح نرجع قبل 2011. المرحلة تغيرت من الواجب الحركة الكردية تغير أدوات عملها لكل عصر. أسلوب العمل، وين أسلوب عملهم؟ ما زال أسلوب خمسينات، وهن بدهم يطرحوا الفيدرالية. أنا مو ضد فيدرالية، وأنا مع هالشعب، مع حل الوطن السوري، الوطن للجميع، الكل يحصل على حقوقه، لا يقصي أحدا، أنا معهم. بس لا، من الواجب الحركة الكردية قبل أن نلوم العرب شركائنا لازم نحن نوضح رؤيتنا لمطالبنا لقضيتنا، كيفية الحل يعني، وأدواتها وأسلوبها وتعاملها مع الظرف الراهن. ما في هيك برنامج، أنا ما شفت. ولكن هناك من يلومك
كالشهيدة الحية التي ناضلت ولك تاريخ طويل بالنضال الوطني والقومي، يعني لماذا يعني انعزلت فسحت المجال لهؤلاء الدخلاء كما يسميه شاعر شعبنا؟ يعني لماذا لم تتابعي النضال الوطني التنظيمي، تركتي الأحزاب لهذا؟ يعني خاصة هناك من يسأل أنه أنت رحتي ناصرتي طرفا على حساب آخر، تيار واحد صار تيارات. يعني هذا يقودنا إلى السؤال أنه الأحزاب الكردية السورية مرتبطة بالقائد، إذا القائد مات وكلنا بدنا نموت، يعني إذا القائد مات الحزب أو ماتت تلك الحركة السياسية. نحن تيار كان عندنا مشروع سياسي، ومشروعنا كان إدارة مؤسساتية جماعية، ما كان في سكرتير، ما كان في شخص الأول، كان مجموعة مكتب علاقات، وكل ضمن المكتب العلاقات كان في مشعل، وأنا كنت بمكتب العلاقات. ما كان عندنا قائد ولا، ونحن مختلفين عن الحركة الكردية. صح أنا تركت العمل السياسي، كان قدامي خيارين، يا أكون معهم وأمارس نفس اللي مارسوه، ولا ما كان فيني أعمل شيء، لأنه الظرف كان صعب، وضعي الصحي كان صعب أولا، وثانيا كان في إقصاء بالنسبة لي. تمام. هون في أخ محمد نوح بيسألك أنت عم تقولي إنه كتبتوا الدستور، وين كتبتوا الدستور؟ وين كتبتوا يعني؟ دستور شو؟ أنا ما حكيت عن دستور. يعني في هون يعني محمد نوح بيقول زهيدة تقول كتبوا الدستور، أين كتبوا الدستور يعني؟ أنت قصدي على الدستور السوري، الدستور اللي كتبوه هيئة التفاوض. ما في شيء متعلق بالقضية الكردية بالدستور اللي كتبوه هيئة التفاوض، والمجلس الوطني كان جزء منه. حاول رفيقهم بالمجلس الوطني بجنيف مشان يثبت وجود الكرد موجودين ولا لا. هذا الوفد المجلس الكردي اللي حضر الدستور راح يثبت وجود الكرد بعد كل هالتضحيات، ولا راح مشان يحصل المكاسب، ولا هو جزء من الحالة السياسية السورية؟ بس رفاقك في قسم من رفاقك الآن بالمجلس الوطني يعني وأعضاء بالائتلاف. مزبوط. أنا ضد. أنا أولا أنا ابنة عفرين، وأنا إلي شرف شاركت بالثورة، وكانت ثورة مباركة ونظيفة، وأنا كان إلي أمال كبير يعني أمال كبير تأملنا من هالثورة، بس اجت المعارضة شوهت الثورة وهلا اللي بمارسوه بعفرين. أنا ما فيني، أنا كنت موقعي كتير صعب، لأنه أنا كعفرينية كيف تقيمي أداء القوى السياسية الكردية عامة، وخاصة المجلس الكردي الوطني الكردي اللي هو عضو في الائتلاف، والائتلاف بالاسم يقود عفرين على أساس دور شو؟ دور مجلس الوطني. أعضاء المجلس الوطني لا يسمح لهم بالدخول إلى العفرين. كنت بتمنى هن يقودوا عفرين، بس ما قدروا يفوتوا على عفرين، ما استلموا عفرين. نحن حاربنا أبوجية، العالم عم تترحم على البشار وأبوجية من وراء الممارسات والموبقات اللي بيمارسوها بعفرين، ما خلوا شيء وما مارسوه من اختطاف. وفي سارقاني وجريسبي كمان، وفي سارقاني وجريسبي في جميع المناطق الكردية والسورية على أساس المحررة. أنا كنت بتمنى من المعارضة العربية واللي ضحيناه تأسيس نموذج سوري مستقبل بمنطقة اللي حرروها، تكون نموذج للعيش المشترك لجميع المكونات، بالديمقراطية، بالعمل، بالتعامل، بالتعبير عن الرأي، بالآراء. هذاك الوقت كنت بشوف إنه في أمل من لما هن استلموا صاروا أبشع من الأبوجية البيدة وأبشع من النظام. هلا عالم عم تترحم على البشار، بيقولوا خلي معلش هلا انت اعمل استطلاع بعفرين واسالهم، قال خلي اتراك مو هن. ليش طيب بين هالخيارين؟ ليش تحط يعني ليش العالم بدها تختار الاتراك؟ ليش؟ من كتر الممارسات اللي بيمارسوها. اخي سليمان، استاذ مصدق، هنا السؤال مهم متعلق بهذا الموضوع.
يعني فعلا أصبح المواطن السوري لا حول ولا قوة له، أصبح مجبرا ما بين الاختيار بين مجرم وإرهابي. المجرم العصابة الأسدية المجرمة اللي خلفت إرهابيين، ولدت إرهابيين اللي متمثلة بالمعارضات، وخاصة الائتلاف اللا وطني السوري أو الائتلاف الأردوغاني كما يسموه شعبنا. يعني عندما قامت هذه الثورة، قبل ما تقوم الثورة بأشهر، كنا ندعو لمظاهرات في أمام السفارة السورية في لندن. كان يأتوا القلة، و80% من الحاضرين يمثلها الكرد. ومنذ بدء وجودي في لندن حتى 2011 كانت قلة قليلة تأتي إلى المظاهرات، لكن فجأة تخرج الثورة، ما يطلق عليها الثورة السورية، ويأتي الجميع أمام السفارة السورية. ومن سوء حظ هؤلاء المرتزقة أنه قامت مظاهرة من شارع اسمه إجوى رود، الذي يوجد فيه أغلبية عربية وكردية. قامت هذه المظاهرة من إجوى رود أمام السفارة السورية بحماية الأجهزة الأمنية البريطانية، وتحمل نفس أعلام داعش التي حارب تحتها ما يطلق عليها الداعشيون. تأتي إلي أحد المواطنات، بعتقد إما باكستانية وهندية، وتقول لي: يا سيد، أنا تعاقدت معهم على الساعة ب10 باوند، أنا اشتغلت معهم 4 ساعات، أعطوني 8 ساعتين. كانت جموع الجماهير الموجودة أمام السفارة السورية تتخللها عملاء السفارات، السفارة الفرنسية أو الأمن الخارجي الفرنسي أو الأمن الخارجي البريطاني، الأمن الخارجي المصري، الموساد الإسرائيلي. كل هذه الأمور كانت موجودة أمام السفارة السورية. عندما خرجت وصعدت على السلم وقلت: يا سوريا جينا لك، أنت ثورة نحن رجالك، صمت الجميع. الجميع أصبح عبارة عن أداة في يد الآخرين. لن نستطيع أن نضحك على نفسنا. أنا أطالب أبعد من ما هو فيدرالية سوريا. عندما جاء عبد الحكيم بشار إلى لندن في مقهى كوستا في إجوى رود، كان هناك الصداميين والقوميين العرب والإخوان المسلمين، وهاجموا عبد الحكيم بشار. فوقفت وقلت لهم: كما أن هناك أمة عربية واحدة، يجب أن يكون هناك أمة كردية واحدة. لا حل لأمن المنطقة واستقرارها بدون وجود كردستان، وطن لكل الكرد. كيف يمكن لي أن أتقبل أن يكون لي بيت ولا يكون لي صديقي الكردي بيت؟ الفيدراليات هي حلول مؤقتة. يعني بالعامي نحن ما نضحك على أنفسنا. إذا ما أقمنا دولة كردستان على أرضها الطبيعية لن تستقر هذه المنطقة. لكن هناك في المنطقة محليا ودوليا لا يريدون أن تقوم هذه الدولة، يخافون على كراسيهم. أنا أتسبق حدث، وكثيرين قالوا عني أنه أنا أطرح الأشياء قبل أوانها. نعم، أطرحها قبل أوانها، لأنه لا يمكن لي أن أكون في غرفة نومي وفي صالوني وفي كل أشيائي أنا موجودة في بيتي، وفي نفس الوقت صديقي الكردي لا يوجد لديه بيت. تفضل. أحييك صديقي وأستاذي العزيز أستاذ مصدق. أخت زاهدة، يعني فعلا موقف ومشرف لشخص مناضل كأستاذ مصدق، يعني وهو ليس منية للشعب. نحن لا نريد
منحنا من اي واحد من شركائنا بالوطن العربي، منحنا الحقوق تؤخذ ولا تمنح، ولكن نريد من شركائنا بالوطن الاعتراف بحقوقهم، لانه نعرفهم هم مضطهدين مثلنا يعني من قبل ابشع الانظمه الدكتاتوريه الاجراميه. تسمح لي رشيد، عفوا تسمح لي بس تفضل رشيد اقول كلمه تفضل واحده. تفضل. لماذا المجلس الوطني الكردي يتغافل عن اللغة الكردية في الائتلاف؟ لماذا لم يطالب المجلس الكردي باللغة الكردية كلغة رسمية في الائتلاف الوطني قوى الثوار والمعارضة؟ وعدا سأنقله للمسؤولين بالمجلس الوطني في الحلقة القادمة. سيكون أحد قيادات المجلس إن شاء الله هنا يعني، وسنوجه له هذا السؤال يعني، وننقله. أكيد يسمعوننا الآن ونتمنى أن يجيبوا هذا السؤال. سأطرحه على أستاذة زهيدة. لماذا الكرد خائفين يعني يطالبوا وحينما يطالبون بالفيدرالية كان طلب يعني من الحقوق الأساسية اللي ركزوا عليها عند تأسيس المجلس الوطني الكردي الفيدرالية. الآن يحاولون مهادنة لرغبات الائتلاف باللامركزية وعبارات مشابهة أخرى، يعني فعلا عبارات خجولة. لماذا الكردي الرسمي، لا أقصد المواطن، الشعب دائما مع حق تغيير مصيره، لماذا القيادة السياسية الكردية الراهنة في سوريا خجولة وضعيفة بالمطالبة بحقوقها؟ وقد ذكر أستاذ مصدق المجلس الوطني الكردي، لماذا لا يطالب الائتلاف أن يتحدث بلغته؟ برأيك لماذا؟ صوت أستاذ زهيرة، صوت صامت عندك. المجلس الوطني السوري انحرف عن مساره اللي أسس عليه. المجلس الوطني الكردي، مجلس الوطني الكردي انحرف عن المسار والمطالب الكردية. ما عندهم أي مشروع لما يحضروا مع الائتلاف. حتى الآن 4 سنوات من كتابة الدستور، وكنا كل العالم تسألهم شو هو يعني شو موجود بند اللي متعلق بالكرد، بيقولوا هيك عملنا وهيك عملنا، يعني التفاف على الجماهير وشعارات لدغدغة المشاعر. تفوت على الفيسبوك، المجلس الوطني عندهم مشروع قومي وبيطرحوا فيدرالية وبدهم يأسسوا دولة. وسيد حكيم بشار وقت كان بلندن وحكى ما بعرف وين بجنيف، حكى قال إذا أنا ما جبت بفيدرالية مع احترامنا نحترم كل الشخصيات، ولكن بدون ذكر اسم الشخصيات. ماشي أوكي، بس هو وعد عن الوعد الحرب دين، وهو ممثل يمثل الشعب مو يمثل حاله. إذا بده أنا هلا ما فيني أحكي ذلك كونه ليس هنا ولا أحد من المجلس هنا ليدافع عنه. أنا معك بكل شيء، ولكن كونه السيد حكيم بشار غير موجود ولا أحد من ممثلي حزبه موجودين، فنتمنى عدم ذكر الأسماء. تفضلي. المجلس الوطني مطالبهم خجولة موجودين بالائتلاف. كل الممارسات بتقلي بتحاكيني بفيدرالية. إذا ما عندهم الشجاعة يواجهوا الائتلاف بممارسات التي بيقوموا بها بعفرين وبمناطق الكردية، وهون بيقولوا نحن ممثلين عن الشعب الكردي، منمثل الشعب الكردي. أنت جاي تمثل الشعب الكردي ومع شركائك اللي أنتم بجسم سياسي واحد. ما فيك تدافع عن شخص عن مرأة. شلون بدك تقدر تكون لك شجاعة تطرح قضية الفيدرالية؟ ما عندهم يعني أنا ما بدي أحكي على الأشخاص، بس هن كل مصالح خاصة. والائتلاف أصلا الائتلاف شو قدم لسوريا لحتى يقدم للكراد؟ أي سؤال يطرح نفسه أستاذة زهيدة. أنت كنت يعني أحد القيادات الرئيسية في الحركة الكردية السياسية يعني. هنا يطرحه بعض في أخت هنا عم تسأل وقت كنت بالحركة الكردية لماذا لم تطالبي؟ يعني أخت بليستان بشير الرسول تقول ألم تكوني من هذه الحركة الكردية؟ ألم يكن لكم مشروع كردي؟ لماذا كنتم تناضلون؟
أنا إذا أخالف في رأي عزيزتي المجلس الوطني يمثل الشعب الكردي وله مشروع كردي ولن يساوم على مطالب وحقوق الشعب الكردي. نتمنى ذلك، نتمنى. وفعلا أنا لي فخر كنت من جزءا من هالحركة، بس أنا ما كنت قيادية ولا رحت على جنيف ولا قعدت مع المعارضة ولا بالمحاصصات. أنا قصدي كبرنامج سياسي لحزبكم لتيار المستقبل لكذا، أنتم يعني ما مشروعكم كان يعني المقصد مشروع أنا قبل ما كنت بتيار المستقبل الكردي. نحن أسسنا تيار المستقبل الكردي بعد 2004 بعد ما تغازل الحركة قدام مطالب الشباب اللي كانوا بالشارع. يعني الانتظار الكردية شامخة بعد 12 آذار. أيوة، لا هي كانت ردا، تأسيس تيار المستقبل كان ردا على تخاذل الحركة الكردية لمطالب الشباب يعني كانوا أمام مرحلة ومسؤولية تاريخية. هن تخاذلوا ما قاموا بواجبهم، وأنا بهذاك الوقت انصدمت، ونحن تأسسنا تيار المستقبل الكردي. أنا قبل كنت بحزب الوحدة، وأنا عندي تاريخ، وأنا كتير تركت حزب كرمال هالممارسات اللي كانت تحصل جوات كل حزب. أنا أكثر من مرة تعرضت لكافة الأشكال الضغوطات، بكافة الضغوطات الأمنية، بأنه نحن ما كنا نقدر نعمل شيء. يعني أنا كنت من أنا كنت بحزب الياكيتي بتسكر أنا ما بعرف. هذه بيقودنا إلى سؤال خطير، يعني إذا كان هناك للقوى الأمنية يد في داخل الأحزاب الكردية السورية؟ طبعا أكيد. فوقت كنا أستاذ حسن صالح طرح مشروع الفيدرالية بآخر مؤتمر للحزب الياكيتي، أنا كنت من ضمن المؤيدين، وتركت حزب الياكيتي كرمال هالمشروع. تسمح لي سؤال سليمان حبيب؟ تفضل أستاذي، سنعود إليك. تفضل أستاذي، تفضل. عفوا بعتذر منك، تابع. بس أنا عندي سؤال اني بدي ادخل على الخط ما أنا كنت بدي أسألك، تفضل. أنا كنت بدي أسألك سؤال، تفضل. لماذا عندما بنيت الجبهة الوطنية التقدمية لماذا لم يكن للكرد دور فيها؟ لماذا نحن نغفو عن هذا الكلام ونقول أن هناك تقصير في قيادات ما يطلق عليه المجلس الوطني الكردي، وهناك تقصير من الأحزاب السياسية الكردية منذ نشأتها على يد عثمان صبري أو زازا أو غيره، ولم تقم هذه القوى السياسية ممثلة؟ سيقولون لك، طبعا أنا لست منهم، ولكن سيقولون لك نظام شوفيني، حزب بعث شوفيني رفض الاعتراف حتى بوجود الشعب الكردي. يعني خالد بكداش كان كردي، الأمين العام للحزب الشيوعي، ولكن بس كان كردي. أستاذ ما كان في ترخيص الأحزاب بسوريا، ما كان يقبلوها كحركة كحزب كردي، كان يقبلوها أنت تسمي حزب مثل ما كان موجود يعني هلأ فيك ما بعرف بأين دورة دخل 5 أعضاء صاروا بمجلس الشعب من الحركة الكردية، بس ما كانوا باسم الأحزاب، كانوا باسم المستقلين، لأنه النظام ما كان يرضى، ما كان يقبل. وأنت بدك تكون موجود بالجبهة، لما بدك تكون موجود بالجبهة كحزب كردي أنت ما لك دور مثل ما كان الجبهة. أنا وقت شفت قال لي شلون بتقولوا ما في ديمقراطية. أنا بإحدى المرات كنت بالتحقيق بالأمن السياسي، والضابط بعد تحقيق ضابط طلبني على الغرفة، وكان تلفزيون شغال، قال لي يا ست زاهدة بتقولي ما في ديمقراطية بسوريا، وليكو جبهة الوطنية اجتمعت وهن فيهم مجموعة أحزاب. أنا هل هاي الأحزاب الكردية ما كان يعترفوا بوجودنا حتى، وكانوا أحزاب لما يعتقل شخص كردي نظام كان يتهمه انتماء إلى جمعية سرية. يعني أحزابنا ما كان يحق لهم
نحن كنا نطالب بترخيص الأحزاب، ما كانوا يعطونا قانون الأحزاب، ما كان في سوريا ولا يعترفوا بوجود حزب الأحزاب الكردية، كانت أحزاب محظورة وكانت وحتى خالد بكداش يعني كان اجتماعيا لم يكن كان كردي اسمي، كان كردي بالاسم، ولكن عربي الهوى، كان عربي الهوى من عنده يعني، وبالجبهه ولحد هذه الليله يعني هذه اللحظه اولاده وحزبه في الجبهه يعني. استاذ مصدق سليمان حبيب، بس اخر كلمه. وقت حواري مع محمود القيوبي، وكان هناك حوارات لبناء الجبهه الوطنيه التقدميه، قلت لسيد محمود الأيوبي بدون وجود المكون الكردي في الجبهة الوطنية التقدمية سوف تسقط هذه التجربة. بدون وجود المكون الكردي لا يمكن للجبهة الوطنية التقدمية أن تستمر. تفضل. طبعا شكرا أستاذ مصدق. حابب أعود لمصدق عاشور الشاعر. ونحن بعد أيام قليلة سندخل نوروز، شهر الفرح والألم الكردي معا. ولك قصيدة جميلة عن نوروز، يا حبذا لو نسمعها بصوتك. شكرا لك. آسف على أنا لن أتأسف على مداخلتي، لكن أنا أصر بدون وجود المكون الكردي والسرياني والآرامي لا يمكن حل القضية بطريقة ديمقراطية. فلندخل إلى ما يطلق عليه الشعر. لنيروز كتبت اسمي، رسمت قلبي شعلة حب. لنيروز كتبت اسمي، رسمت قلبي شعلة حب. لكاوى حملت معولي ومنجلي، وقلت أحبك كردستان. رغم الغربان، رغم سواد الزمان، رغم عميل النساء عبر الزمان، فتسهل الجياد راسمة وجه المكان. كردستان. للنيروز وجه صبية قبلت شفتي حبيبها، فرسمت خضرة البراري بوجه زغروس قضية عشق، فبكى العاشق صارخا جسدي روحي لك كردستان. شكرا. أستاذ مصدق. يعني فعلا موقف جميل وشعر أجمل يعني للكردي ولحقوقهم العادلة يعني، وخاصة نوروز شهر الألم قبل شهر الفرح، ألم الكردي، حيث أفظع المجازر صار في نوروز. ولكن بالنسبة لنا أيضا سنة جديدة، نأمل في هذه السنة الجديدة، في هذا النوروز، أن يكون ربيعا ليس للكرد فقط، وإنما لكل الشعوب المضطهدة، وبما فيهم أولهم شعبنا في سوريا. ونرى نوروزا حقيقيا تهب على سوريا لتطهره من رجس العصابة الأسدية وكل مرتزقته وكل من تطاول على الإنسان السوري، سواء على بشخصه أو وطنه. أستاذ مصدق، هل يعني ما بعد استلام إدارة بايدن ترى أن هناك سيكون موقف أمريكي مغاير لمن معاكس لموقف ترامب يعني، وسنكون في نهاية 21 أمام كما يروج إعلاميا أمام نهاية العصابة الأسدية في سوريا؟ لا أعتقد ذلك نهائيا. المدرسة الدبلوماسية والسياسية الأمريكية تبنى على أجندات، وهذا لن يختلف عليها سواء كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. الكل يسعى من أجل مصالحه، يريدون تقسيم هذا العالم من جديد وإعادة هيكلته من جديد، منذ ما يطلق عليه سان ريمو
يالطا، مالطا، الأمريكان اتفقوا مع السوفييت، اتفقوا مع الروس، لكن الخطة في المنطقة لن يكون هناك بديل عن بشار الأسد حاليا. بشار الأسد باق بموافقة أمريكية، وكل ما يحدث الآن في الإعلام هو عبارة عن أجندات تخديرية للشعب المنطقة ولإلهاء شعب المنطقة. أتمنى أن نكون نحن رمزا للثورة القادمة، ثورة البسطاء وثورة المتعبين وثورة هذه الشهداء الثورة الأحياء. متى وحتى نقطف ثمارها؟ متى سنكون في دمشق، في عفرين، في قامشلو، في كوباني؟ كيف متى؟ يعني اشتقنا يعني منذ عقود. هنا أنت لاجئ وأنا لاجئ، وغالبية شعبنا من بعد 2011 أصبح مهجر ما بين نازح ولاجئ. يعني إلى متى ستدوم هذه الأزمة أو الكارثة أو المأساة أو الهولوكوست السوري؟ برأيي أنا لست بلاجئ، أنا أعيش على هذه الأرض التي منحتني إياها الأم الأرض. ربما أنا أخرج من حدود مخططة، لكن أنا سوريا في قلبي في كل زمان ومكان، وكردستان في قلبي في كل زمان ومكان. لكن أنا قلت أتمنى أن نكون نحن الفقراء والبسطاء الثورة القادمة بوجود رفيق دربنا المتحدث، عفوا بنسى اسمك سيدتي، زاهدة بشكيرو. لأنه ما في قلب، ما في الروح يدمي القلب. إذا أردنا أن نقتلع هذه الثورة المشوهة التي زاهدة بشكيرو زهرة الثورة السورية، يعني عزيزة جدا جدا علينا. طبعا أنا سمعت عنها كثيرا، وكان يتحدث عنها باحترام كبير عبد الرزاق تمو، كان يجل لها وما يزال يجل لها الكثير من الاحترام. الثورة القادمة ليست ثورة على مقاس قطري، وليست على مقاس بايدن أو ترامب، وليست على مقاس نتنياهو، إنما هي أو أردوغان أو بوريس جونز. أنا بداية حديثي قلت إنه عندما اجتمعت هذه المكونات المخابراتية أمام السفارة السورية لم تكن تحدث في السابق. المطلوب الآن أن تجتمع كل القوى الحقيقية على الأرض التي لم تتلوث يدها بالدم السوري. ما أعنيه ليس بالدم هؤلاء عملاء النظام وعملاء الأجهزة الأمنية الخارجية. هناك معارضة محسوبة على قطر، ومعارضة محسوبة على تركيا، ومعارضة محسوبة على بريطانيا، ومعارضة محسوبة. كل هذه المعارضات ليست معارضة، كل هؤلاء عبارة عن مجموعة مرتزقة، يعني كما يسميه شعبنا. لا، هن عبارة عن كومبارس، عبارة عن كومبارس من أجل أن يمرروا مشروع ما يطلق عليه نابكو. ونحن لسنا من أعداد التي سوف تقطع رأسها من أجل الغاز والنفط في المنطقة. نحن نريد سوريا حرة كريمة لكل مكوناتها حاليا. إذا لم نسعى بصدق وإخلاص لبناء ثورة حقيقية بجهودنا نحن البسطاء، نحن أبناء سوريا الطيبون كما يقول رياض صالح الحسين، نحن أداتها ونحن ثورتها. وهذا الكلام عندما أتى حافظ الأسد للسلطة
في بداية السبعينات، وكان هناك معرض لفنانين تشكيليين. هناك أخ جيفارا معه يقول: عن أي ثورة تتحدث؟ الثورة التي ولدت المرتزقة والعصابات، أم ثورة الأسد على حماية المقاومة والممانعة، أم ثورة الروس الذين اشتروا كل سوريا، أم ثورة الأتراك الذين يغتصبون الأرض بأيادي كردية وعربية، أم ثورة الفقيه أصحاب المشانق؟ يقول ويس عاشور العظيم والدي، أعود مرة ثانية وأقول، يقول ويس عاشور العظيم والدي: طالما السماء رحمه زرقاء. الله. ما بدي أحكي كلمة ثانية. طالما الشمس زرقاء وطالما هناك أناس طيبين سوف تستمر هذه الثورة. لن يقبض علينا أحد. طالما كل هذه قلبه الأمور مصدق عاشور ينبض بهذه الروح، طالما قلبه مصدق عاشور ينبض بهذا الروح، كل ثقة سننتصر ولازم أن ننتصر. سؤالي لأستاذة زهيدة، في مقولة للقائد الخالد الملا مصطفى البرزاني يقول: لا أخشى على الثورة، يعني نجاح الثورة وانتصارها، ولكن أخشى أن لا يكون للثوار مكان في الوطن الذي ننشده ونعمل لأجل بنائه. فعلا أنا طبعا هناك من يقول أنه لماذا أنت لم تسمح للأستاذة زاهدة بذكر الأسماء. غايتنا ليس ذكر الأسماء، ولا لا أنا ولا الأستاذة زاهدة، نحن لا نروج أو نعظم من شأن هذا أو نقلل من شأن ذاك، وإنما غايتنا إيصال الفكرة وتوضيحها. يعني أستاذة زاهدة، فعلا الحديث عن الحركة السياسية الكردية السورية حديث مؤلم، أفظع من آلام المأساة السورية. يعني هل لدينا أمل أنه ستنتصر الثورة السورية، ولكن هل نحن سننتصر على ذاتنا لنطهر أحزابنا الكردية ليكونوا فعلا أحزابا قومية وطنية حقيقية تنبض بأهداف بقلوب الشعب ليحقق لهم أمانيهم؟ صوتك أستاذة زاهدة، صوتك. بعتذر أنا بسكر مشان ما قبل كل شيء لازم الشعب ما بقى، يعني الشعبنا لازم ما يصدقوا هالقيادات وما يمشوا وراهم، يحاولوا يضغطوا على الأحزاب. يا منذ بداية الثورة أنا اجتمعت معهم مع مجموعة من القيادات، ما راح أسمي أسماء، أنا بتمنى أسمي أسماء يعني بس ما راح أتسمى. طلبت منهم أنه نحن أمام مرحلة مفصلية، يا منكون موجودين يا هي قضية وجود لا وجود. ونظام اضطهدنا منذ القرون، منذ مجيء حزب البعث وهالنظام المجرم اضطهدنا. نحن لازم نشارك هذا الثورة منسجمة مع مطالب الشعب الكردي، ونحن أمام حراك ثوري والتغيير قادم، يعني حراك قادم على المنطقة، ويجب على الأحزاب الكردية. لكن الحركة الكردية نائمة. بس طويل بالك. الثورة قادمة والحراك قادم، والحركة الكردية ما عندها موقف. قلت لهم يا تتخذوا موقف واضح، انتم ما في مشكلة، بدكم تكونوا مع النظام، صدروا بيان واعلنوا مطالبكم انه النظام تحقق لنا هالمطالب مثلا يعني، او بدكم تشاركوا بالثورة. خلي عندكم موقف، شي مرة تكونوا جريئين ومطالبكم واضحة. ما حدا قال نحن موقفنا، شخص حكى قيادي مع الأسف قال نحن انت ليش ما بتعرفي موقفنا عدم المشاركة. موقف حركة كردية، نحن كنا نجتمع 9 أحزاب بتقول ما عندنا موقف، وطلبوا مني انه انت اذا بدك تحضري المظاهرات روحي على منطقتك على عفرين
تشاركي بالمظاهرات بعفرين. هلا صاروا ابطال بالساحه. في كثير امثله كرديه، بس انا ما بدي احكي فيها. وقت كنا بموقف مطلوب منا ان نعطي، يعني نصدر شيء موقف، نكون بالمشهد السياسي، والزمام المبادره لازم يكون زمام المبادره الثوره بايد الكراد، بايد الكرد، لازم هن يقوموا بالثوره قبل العرب. هذا النظام المجرم قتل ما قتل، عذب ما عذب، اعتقل، دمر مناطق الكرديه. انا ما بحياتي ما دست على النمله ولا عندي. كل شهر بيعزموني بيبعثوا وراي على التحقيق، وحكي رايحه وحكي جاي، وغيري بالالاف اللي ماتوا. من رفقاتي 2 ماتوا تحت التعذيب بالسجون السوريه من احزابنا اللي انا اشتغلت معه. نحن ما شاركنا. نحن كان زمام المبادره بايدنا، ونحن نحدد مطالبنا ونشارك بالثوره. هذاك الوقت والاحزابنا يقوموا كانوا امام استحقاق تاريخي، مرحله مفصليه لا تعود. لو وقت كنا نحن كان يمكن مسار الثوره تختلف. هلا النظام كان يتهم الثوره، وكمان اجوا الاخوانجيه وانحرفت الثوره عن مسارها الاساسي، والعالم شافوا انه هي وقت كان بايد الكراد والمشعل كان يقود الثوره، ما حدا يسترجي يقول هي ثوره اسلاميه، لانه نحن ما لنا اسلاميين، نحن كرد نطالب بحقوقنا، حقوق شعبنا. فكيف يا حركه كرديه تقوم بواجبها وتحدد برنامجها ومطالبها وتغير رؤيتها واساليبها يا تحل نفسها بلاها. يعني هياكل موجوده. نحن امام خيارين، اما ان تحل نفسها، اما تقوم بواجبها تصحح مسارها، تصحح نضالها، او تحل نفسها. وهذا شيء اذا لم تقم بذاك او ذاك، اذا لم تقم بهذا او ذاك، فما العمل؟ ما العمل؟ يجب على الحركة الكردية أن تغير نفسها وإعادة صياغة إذا الحركة ما غيرت، بقت على هذه الحالة، ماذا أمام شعبنا أن يفعل؟ برسالتك باختصار للشعب الكردي. ولا شيء. ما راح نكون بالمعادلات. ماذا تقولين للشعب الكردي في سبيل حث الحركة، جعل الحركة تتحرك؟ أقول للشباب كفى أن يكونوا تحت أمر هذول القيادات الفاشلة. هذول القيادات فاشلة، ليس بإمكانهم أن يقودوا الشعب. ليس بإمكانهم أن يقودوا الشعب. طبعا كنا نتمنى أنه أستاذ مصدق يكون معنا، بس يا غادر ما بعرف، إن شاء الله يعود. يعني كان في سؤالي الأخير. أستاذ مصدق، أهلا بك مرة أخرى، غبت وأتيت. تفضل. أنا سؤالي الأخير، وصلنا طبعا إلى نهاية البرنامج. لك قصائد كثيرة عن المناضلين، عن الأحرار وعن الكرد. في لك قصيدة عن كردستان، ما بعرف نختمها بقصيدة منك، سواء عن كردستان، أي قصيدة تختارها أنت يعني. دقيقة ممكن، لأنه ما موجودة عندي. لريثما تحضر السؤال الأخير. أسأل الأخت زاهدة. أخت زاهدة، يعني باختصار، بكلمة أخيرة، ماذا تقولين لشعبنا الكردي والكردستاني بشكل عام والكردي السوري لكي تضغط على هذه الحركة التي أداؤها لا يعجب لا صديق ولا عدو؟ أتمنى لهم سلامة العيش، وأتمنى لهم أن يكونوا حريصين ولا يصدقوا شو ما صدرت الحركة الكردية، ويلعب بمشاعرهم بعقولهم. وأقول للشعب الكردي اللي
عند الإدارة الذاتية أن يتحملوا مسؤوليتهم اتجاه ما يجري على الساحة، أن يقوموا بالثورة. ثورة على ثورة. ثورة على ثورة، إيه. تمام، مصطلح جميل. وماذا تقولين للحركة السياسية الكردستانية لمؤازرة ودعم الحركة السياسية الكردية السورية؟ ماذا تطلبين من الأخ مسعود برزاني كنموذج وفي الأجزاء الأخرى من كردستان في شمال؟ بوجه له تحية والسلامة والصحة وطولة العمر، وبشكره على مواقفه من حيث استقبال اللاجئين والمساعدات، وأتمنى أن يضغط على الحركة الكردية لكي تصحح مسارها من أجل تحقيق مطالب شعبنا الكردي. هي فترة، هي مرحلة تاريخية لا تعود، وهو أدرى أكثر مني، ويضغط على القيادات الكردية، وأتمنى أن يستبدلها بقيادات شابة. تمام. وماذا تقولين لقنديل وPKK كي يكفوا تدخل في الشأن؟ عليهم أن يرحلوا إلى ساحات الكردستان التركية أوسع من قنديل ومن ساحات سوريا، ونحن نتضامن معهم ونشد على أيديهم. إذا كانوا رجال وشجعان أن ينقلوا كفاحهم، شو ما يكون أسلوب نضالهم، نحن مو ضدهم. على كردستان تركيا هي أكبر جزء كردستاني، أن لا يكون الشعب السوري في الكردية، الشعب الكردي في سوريا جسر يعابروا عليهم مشاريعهم. بكفي. كفي. ونحن نشكرك جدا جدا أستاذ مصدق، حتى مرة أخرى، والعود الأكرم، ولو نختمها بقصيدة جميلة منك. يا عزيزي، أنا بعتذر، ماني يعني ما كنت جاهز، لأنه عندي قصيدة عن شركة بكاس. رحمه الله صديقي، كان المرحوم صديقا عزيزا لي. نعم. لم أكتبها على طرف، لأنه التقنية، أنا لست بتقني، لا يوجد لدي أي تقنية عالية في عالم الإنترنت، لذلك أنا أعتذر اليوم عن تقديم أي عمل يخص كردستان ويخص الكلمات الطيبة التي تخرج من شعرائها ومن مثقفيها. ونحن نشكرك. كلمة أخيرة أستاذي الكريم توجهها لكل الشعب السوري بكل مكوناته، ماذا تقول؟ هل نحن على أمل جميل وقريب؟ أنا برجع للمربع الأول، بقول إنه نحن بسطاء هذا الشعب أمل الثورة القادمة، وبرجع بقول وقت عملوا معرض في مدينة اللاذقية في ثانوية جورج جمال، وكان يومها أول من بعد مجيء حافظ أسد للسلطة قافزا على دبابته التي قام بدعمها بعض الدول المحلية والخارجية، قلت على دفتر التعليق: أتمنى لهذا الجيل أن يكون رمزا للثورة القادمة. أنا أتمنى أن نستفاد من هذه المرحلة التي دخلنا فيها وكشف الغطاء عن كل انتهازي، عن كل عميل، وعن كل وصولي. هؤلاء يجب أن نضعهم في المكان المناسب ونخرج بالسفينة السورية بأمن وسلام، من أجل أن تكون سوريا لجميع أبنائها دولة الحق والواجب ودولة الحق والقانون. ما قمنا به هو جزء من معاناة الشعب السوري،
لكن لن يأتي بيت صحيح بدون معاناة، ولن يكون هناك وطن صحيح بدون من يكون هناك شهداء أحياء على الأرض. كل الشكر لك أستاذ مصدق عاشور، الشاعر والسياسي السوري المعروف الكبير والشهيد الحي الذي نفتخر بك أستاذا صديقا ضيفا عزيزا على بيت قناة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. كما نشكر الشهيدة الحية والمناضلة السياسية زاهدة رشكي والصديقة العزيزة، نورتينا اليوم. عطر النضال، عطر الصداقة، عطر الحياة الجميلة بوجودكم. نتمنى أن نلتقي قريبا في سوريا الحرة الديمقراطية التعددية الفيدرالية، وإلى ذلك الوقت نحييكم مرة أخرى باسم كل المشاهدين. نشكركم على وجودكم معنا، وكما نعدكم مشاهدينا الكرام بأن نكون في الخميس القادم، انتظرونا في الخميس القادم بموضوع جديد وضيوف جدد أعزاء. وباسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر من كان وراء الستار بالكنترول، ودمتم في رعاية الله، وألف مع السلامة.